بيان إلى الرأي العام. في مثل هذا اليوم الأسود والمشؤوم وهذه الساعة من عام 2018 قامت الطائرات التركية بقصف مناطق عفرين الآمنة والتي كانت تأوي الآلاف من النازحين السوريين من مختلف المحافظات السورية وتقدم لهم العون. تتابع هذا الهجوم الوحشي وبمؤازرة الفصائل المسلحة والمرتزقة السوريين، حيث عملوا على محو الهوية الكردية في منطقة عفرين والتي كانت نسبة الأكراد فيها ب198، من حيث قصف الآثار التاريخية وتدمير القبور والمزارات حتى موتانا لم تسلم منهم. ودامت هذه الحرب الوحشية لأكثر من 58 يوم، حيث قوبلت بمقاومة كبيرة من قبل أهلها وشبابها دفعوا حياتهم ثمنا لها. نجم عنها تهجير قسري للسكان الأصليين، وما زالت المعاناة مستمرة والانتهاكات بحق الحجر والشجر وأبناء عفرين المقيمين فيها، حيث يتعرضون للانتهاكات والاختطاف والسجون بتهم واهية بغاية تحصيل الفدية. يعاني أهل عفرين المهجرين قسريا في مناطق النزوح من ويلات الحرب والحصار الدائم لمناطق نزوحهم على أمل العودة لديارهم، وكل هذا تحت مرأى ومسمع العالم الذي يغض النظر عن الانتهاكات والويلات بحق العفرينيين. نحن برابطة عفرين إذ ندين هذا السكوت وهذه المسؤولية اللا أخلاقية من قبل المجتمع الدولي بحق ما يجري في عفرين من تغيير ديموغرافي ممنهج، ونطالب بإيقاف هذه الممارسات وتقديم الجنات للعدالة ومحاسبتهم كمجرمي حرب. تحية إلى أرواح القديسين من يبقى ويبجا وكل الشباب الذين دافعوا عن عفرين وما زالوا يقدمون الثمين على أمل العودة لديار الزيتون. تحية إلى أهلنا الصامدين في مناطق النزوح على الرغم من الحصار المستمر، إذ نؤكد بأن عفرين المحتلة هي القضية الحاضرة بقوة في جميع مساعينا، ونطالب جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة بالضغط على تركيا لإنهاء احتلالها لمناطقنا وعودة كريمة وآمنة لأهلها تحت إشراف دولي. عاشت مقاومة السجون، عاشت مقاومة العصر. بيجي برخدانا زندانا، بيجي برخدانا زندانا، بيجي برخدانا زندانا، بيجي برخدانا زندانا، بيجي برخدانا سردامي، بيجي برخدانا سردامي، بيجي برخدانا سردامي.